السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في وصفه هايله. النهارده هعمل معاكم الفراخ البانيه. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، هتعجبك وتعجب اولادك. وهقولك ازاي يطلع مقرمش معاكي جدا، وازاي يكون فاتح لونه كده زي ما احنا شايفين، وازاي كمان يكون مستوي جدا من جوه. وكمان هقولك ازاي تعملي التتبيله الخطيره اللي هتشم ريحتها من على باب الشارع، وهتخلي جيرانك كلهم يسالوكي عملتيها ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك الفيديو، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. طبعا اول حاجة هنتكلم عنها المقادير معايا نص كيلو صدور دجاج متقطعة طبعا شرايح بانيه زي ما احنا شايفينها كده. يفضل طبعا ان الفراخ بتاعتنا دي تكون كانت في الفريزر قبل ما نقطعها. كل ما كانت في الفريزر ومتجمدة كل ما بيكون سهل ان هي تستوي جدا. بنقطعها ونسيبها تفك تماما زي ما احنا شايفينها كده. معايا كمان بصلة كبيرة كده متقطعة، وحبتين طماطم، حبتين فلفل، ونص ليمونة بس اللي هنستخدمها. معايا كمان نص كوباية لبن حليب، ومعايا معلقة عسل نحل، عسل ابيض يعني. التوابل بتاعتي معايا كركم وكزبرة وبابريكا وبصل بودر وتوابل فراخ، ومعايا ملح وفلفل وكمون، ومعايا حوالي 5 فصوص توم فريش. كل الحاجات ديت هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. التتبيلة دي والمكونات دي بتخلي ريحة البانيه روعة. معايا كمان حوالي معلقتين او 3 معالق كبار خل، ومعلقة واحدة من الصويا صوص لو مش عندك مفيش مشكلة. طبعا هنزل باللبن الحليب الاول في شفشق الخلاط، وبعد كده الحاجات السايله كلها، يعني هحط الخل واحط الصويا صوص واحط كمان العسل النحل. ضروري نحط الحاجات السايله تحت عشان الخلاط يضرب الخضار معانا بسهوله. هنزل العسل كمان، العسل بيدي مزازه وطعم لذيذ جدا للبانيه. كمان الصويا صوص بيدي طعم برضو مزز للبانيه. وكمان لو مش متوفر عندك مش مشكلة، ممكن ما نحطهوش. الخل طبعا بيطري لحم الفراخ وبيساعد على سرعة التسوية بتاعته. هنزل بقى بالبصل والفلفل والطماطم، كل الحاجات دي. وكمان التوابل والثوم، كل المكونات اللي احنا قلنا عليها هننزل بيها في شفشق الخلاط بتاعنا. كمان هعصر نص ليمونه، ما زودش الليمون عن نص ليمونه، كفايه جدا عشان الليمون بيخلي لونه يغمق واحنا بنحمره. ولا نزود الليمون ولا نزود الخل عشان يفضل لونه فاتح زي ما شفناه كده. طبعا ضربناه كده في الخلاط وخليناه ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بنص الكمية كده في الطبق او في البولة اللي احنا هنتبل فيها. طبعا شرايح البانيه دي انا مقطعاها وغسلاها ونقعاها كويس كمان قبل ما نقطعها، وناشفة جدا يعني. بعد ما بغسلها بحطها في مصفى لغاية ما تصفي مية تماما وتبقى ناشفة ناشفة زي ما احنا شايفين كده. هقلب بقى كل الحاجات دي في التتبيلة كويس. وبرضه هضيف كمان جزء على البانيه من فوق عشان يبقى متغطي من فوق ومن تحت وكل القطعة متغطية تماما. طبعا انا في التتبيلة الكمية ممكن تكون كتير شوية، فانا دايما بزود وبشيل نص الكمية في كيس او في برطمان في الفريزر، عشان لو هعمل بانيه تاني بعدها باسبوع ولا اسبوعين ولا حاجة يكون التتبيلة معايا جاهزة. احاول كل ما اعمل المقدار ضعف المقدار اللي هعمله او قد الكمية اللي انا عايزاها مرتين، عشان اوفر لما اجي اعمل مرة تانية يبقى عندي التتبيلة جاهزة. معايا بقى حبتين بيض. طبعا البانيه انا سبته في التتبيله يوم من بالليل لتاني يوم يعني. لو ما عندكيش وقت ممكن تعمليه وتسيبيه ساعتين في التتبيله. بعد كده انا بجيب بيضتين وعليهم نص معلقه صغيره فلفل اسمر، بضربهم كويس زي ما احنا شايفين كده، وبنزل عليهم على كل قطع البانيه اللي في التتبيله. قطع البانيه انا شلت منها جزء، طبعا مش كل الكميه دي، انا شلت منها جزء لان انا متعوده ان انا بشوي جزء من غير آلية او تحمير خالص يعني. وبقيه الكميه بحمرها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. خلاص انا ضفت البيض على كل القطع، وكل ما باجي بقى اغطيها
او اتبلها في البقسماط، بغطسها كده، احاول اغطسها من ناحيتين بالشوكة، يعني القطعة بمسكها واغطسها من الجهتين برضو عشان تتغطى بالبيض من كل الجهات. وبعد كده انزلها في البقسماط. معايا بقى كوبايه بقسماط مطحون ونص كوبايه دقيق ذره برضو ناعم ومنخول. هقلب الحاجات دي كده مع بعضها. لو ما عندكيش دقيق ذره ممكن كورن فليكس مطحون، بيأدي برضو نفس الغرض. او ممكن تجيبي كيس فيجيتار فوق اضافه، يعني فوق الحاجات ديت بيبقى برضو فيه تتبيله، بيدي طعم حلو، بتضيفيه فوق البقسماط وفوق الدقيق زي ما احنا شايفين كده، وبرضو بتستخدمي فيه تتبيله. خلاص كده انا قلبت كله مع بعضه، بقى جاهز ان انا اغطي فيه قطع البانيه. زي ما قلنا انا هغطس كل قطعة في الخلطة وفي البيض اللي احنا ضفناه من الناحيتين، ونفضها كده تماما، وبعد كده اغطيها بالبقسماط. طبعا زي ما احنا شايفين انا جايبة كيس تلاجة وفتحاه، او اي كيس عندك، وبحط عليه بقى او افرد عليه البقسماط اللي انا هغطي بيه قطع البانيه، عشان طبعا ما اعملش كذا طبق ويبقى عندي حاجات كتير يعني بعد البانيه محتاجة انها تتغسل. وفي نفس الوقت برضو اللي هيبقى طبعا ممكن يكون لازق في الطبق ويسدلي الحوض. لكن كده انا لو اتبقى انا بحط برضو كمية بكمية، بحيث ان الكمية اللي انا هحطها زي ما حطينا دلوقتي كده انا متأكدة ان انا هستخدمها كلها. لو حاسة ان انا احتجت تاني بضيف برضو الكمية حسب ما انا هحتاج، بحيث ان اللي يبقى ما يبقاش كتير، او يبقى يكاد يكون خلص تماما، وبلم الكيس بقى فاضي وبرميه في الزبالة، ما فيش اي حاجة محتاجة انها تتغسل ولا سد الحوض ولا اي حاجة. ففكرة ان احنا نعمله على كيس كده فكرة حلوة يعني، وبتسهل كتير. زي ما احنا شايفين انا بغطيه كده بالمعلقة بعد ما بخرجه من البيض البقسماط، وبعد كده بحاول بقى ان انا اضغط عليه بايديا عشان اضمن ان هو ثبت على القطع تماما. نعمل واحدة تانية زي ما احنا شفنا، انا بغطسها برضو في البيض، وبعد كده بنزلها على البقسماط واغطيها بالمعلقة كده. والكيس برضو بيساعدني زي ما احنا شايفين، بحيث ان انا كأني بحدف كده على البقسماط عليها. يعني تعتبر ايدي مجرد من اول ما بعمل لغاية ما بخلص ما بتتبلش ولا بتدهول خالص وانا بعمل، ولا من التتبيله ولا من البيض ولا من البانيه ولا اي حاجه. انا بخرج بشوكه وبغطي بالمعلقه، وبعد كده بضغط بايديا بيبقى خلاص نشف من البقسماط. زيت على النار بقى يكون غزير شويه، واسخنه كويس جدا، اتاكد ان هو سخن. شايفين الفقاعات اللي بتظهر حوالين القطع ده دليل ان الزيت سخن تماما. بعد كده بخلي النار متوسطه، يعني انا ضروري اخلي الزيت سخن عشان يبقى يتعمل له صدمه للقطع البانيه او الفراخ بتاعتنا، ونحبس الميه جواه. وبعد كده النار بتكون متوسطه عشان يستوي كويس، ما يطلعش متحمر من بره ولسه مش مستوي من جوه. كده عرفنا ازاي يكون لونه فاتح، وازاي يكون مستوي من جوه، وازاي كمان يكون مقرمش. طبعا الدقيق الذرة ده هو اللي بيخلي فيه نسبة القرمشة اللي بنلاقيها كأنه بيخبط زي الشيبس كده من بره تماما. انا بسيب القطعه لما تاخد لون، وبعدين كده بقلبها على الناحيه التانية لغايه ما برضو ما تاخد لون من الناحيه التانية على نار متوسطه، وبطلعها زي ما احنا شايفين كده. برضو في انواع من البقسماط بتكون غامقه شويه، يفضل ان احنا نشتري الالوان الفاتحه. اللون الفاتح في البقسماط برضو بيخلي القطعه بتاعتي فاتحه، ما بتبقاش غامقه. يعني لما تروحي تشتري البقسماط تتاكدي ان هو اللون الفاتح مش الغامق. وكمان الزيت طبعا يكون نوع كويس عشان يديني ريحه كويسه للبانيه. بعد كده انا بطلع بقى البانيه من الزيت ونبدأ نقدمه. كده خلاص بقى تمام جاهز ان احنا نقدمه. زي ما احنا شايفين لونه كله ما شاء الله زي بعضه بالظبط، ولونه فاتح جدا، يمكن الكاميرا اللي مغمقاه شوية كمان. وطبعا مقرمش جدا من بره ومستوي جدا من جوه. والريحة بقى ما اقولكوش روعة جدا. نحاول بقى نقطع قطعة كده ونشوفها مستوية من جوه ولا لأ، وندوق كمان.
شايفين ما شاء الله مستوي جدا اهو. دليل البياض بتاعه اللي جوه ده ان هو مستوي جدا، وكمان مقرمش زي ما قلنا من بره. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.